الاهلي خرج من راوتر. والله يا جماعه الاهلي بيودع كاس مصر على حساب راوتر، يعني راوتر خرجنا يعني. جماعه انا النهارده انا بضحك، انا المفروض زعلانه، انا فاصله ضحك، انا فاصله ضحك. سابقا لم تحدث من 17 عام ان الاهلي بيودع كاس مصر من دور ال 32. احنا خرجنا من راوتر يا جماعه، عارفين راوتر اسطوانه ده اللي في البيت عندنا، احنا خرجنا من راوتر. انا ما اعرفش ايه النهارده الناس بيقولوا هو ده خط دفاع الاهلي ولا خط دفاع خط دفاع اتصالات. يا جماعه احنا بقينا موبايل. جماعه انا مش لاقي كلام اقوله. انتوا النهارده في مفاجآت معانا. الاهلي من 2019 ما خرجش اصلا، عشان يعني كان بيوصل النهائي. جماعه هو اصلا احنا ازاي ممكن نخرج من دلوقتي؟ انا لو حد جه قال لي انا ههزقه واقول له انت عبيط، انت عبيط. جماعه طب ايه خرجنا من راوتر باكت كام طيب؟ والله النهارده الناس بتلوم على المدرب. جماعه المدرب انا اكتر واحده كنت بلوم على المدرب على طول. المدرب لا غبار عليه. هيعمل ايه اللعيبه؟ هينزل يجري مكانهم؟ هينزل يجري مكانهم؟ يعني عمر كمال اتاخد كده انا هنزل اجري مكانه، حسين شحات وسع كده هنزل. بقول لك اصل الطاقه السلبيه كان المفروض يديهم طاقه ايجابيه. يا جماعه دي لعيبه تحت ال 40، ده ناشئين تحت ال 45 سنه يا جماعه، معانا ناس 33 34 28 سنه. ايه احنا معدل اصغر حد فينا النهارده 26 سنه. في يا جماعه الناس بجد في ايه؟ الناس النهارده المقتنعه ان المدرب عليه لوم، هيعمل لهم ايه؟ هيعمل لهم ايه؟ والله يا جماعه هو الانسان لو ما كانش حاسس من نفسه مش هيبقى فيه دم. هو انا اجي اقول لك خلي عندك دم بجد فانت هيبقى عندك دم؟ انت عمرك شفت رحت قلت واحد خلي عندك دم فهو بقى عنده دم؟ لا يا جماعه هما ما عندهمش دم. هي هما في بني ادمين بيتولدوا كده ما عندهمش دم. هما لعيبه الاهلي بقى النهارده ما عندهمش دم، مفيش دم، مفيش احساس اصلا. عارفين شويه الاحمر كده مش موجودين، مفيش. عارفين اللون ده لو خدوا شويه لون من التيشيرت اللي لابسينه كان بقى احسن من كده. ولا دم ولا دم. النهارده السف علينا، احنا السف علينا. احنا سفينا على الزمالك ليه اصلا؟ وكاس الرابطه. جماعه احنا النهارده بنلعب بالكبار، احنا بنلعب بالكبار. يا ريتنا كنا بنلعب بالناشئين. طب والله لو كنا بنلعب بالناشئين ما كنت اتكلمت. احنا بنلعب بالكبار. والله احنا بنلعب بالكبار، الكبار اللي عمل فيهم كده. جماعه خرجنا من الراوتر النهارده، العنوان احنا خرجنا من الراوتر. واللي عايز يعاركني يعاركني. عمر كمان انت جبت جون، معلش يعني اكسكيوز مي، انت جبت جون صح، بس انت بتعمل ايه في الماتش برضه؟ جماعه هم ليه فاكرين ان محد يجيب جون النهارده هيتعفي؟ بجد انت جبت جون وبعدين طبعا الناس هيقول لي كلمي عن سيحه. اصل انا نطيت على عمر كمال صح، انا فاكره انا عارفه ان في سيحه والله واقف. جماعه معلش انت لو بصيتوا للجونين معانا، شوفوا انا اصلا عايزه اهجم على اي حد النهارده، بس معلش لو بصينا على الجونين اللي اتحمل الجزء ال 85% من الجون النهارده الدفاع. تاني جون الثلاث دفاع، الثلاثه بتوع الدفاع عنين. انا كنت بتريق على حسام عبد المجيد في الزمالك عشان بيعمل كده. يعني احنا اتعدينا بجد. احنا دلوقتي ربنا ادينا طيب من كتر التريقه. جماعه النهارده الثلاث دفاعات عندنا باصين كده، الجون داخل معدي من جنبهم. جماعه انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل النهارده، انا مش فاهمه بجد في ايه المهزله دي. احنا في مهزله والله العظيم، مهزله. احنا في وكسه مين؟ احنا في خيبه تقيله. انا لو في كلمه اكتر من كده مش عارفه اقول في كلام تاني ولا لا. انا مش لاقي كلام اقوله. واللي بيلوموا على المدرب بيلوموا على وكستكم. عمر كمال انت جاي تجيب جون فانت هيتعب، انت اصلا فاشل. انت وكوكا نجم المباراه. نجم المباراه معانا. اللهم لا حسد. كوكا ده اللي لعبه اصلا كوره، مش لعبه في الاهلي، لعبه كوره اصلا ظلموا. اسمعوا مني، كوكا ده فاشل. وبعدين انا عندي حاجه ثانيه. اشرف داري النهارده المفاجاه معانا. اشرف داري انت بتقدم مباراه من احسن مبارياتك، بس اتصبت برضه. انت اتصبت في المباراه. اشرف داري اصابه. وعايز 2 مليون ونص دولار عشان ما تسيبناش. عشان تسيبنا سوري. جماعه النهارده احنا في مهزله. انا مش لاقي لعيب عدل والله ما لاقيه. حسين الشحات انت عندك انت هتكمل 34 سنه تقريبا خلاص يعني. انت مستني ايه عشان تبقى طاقه ايجابيه وتحرك اللعيبه وتروح وترجع زي ما بشوف في الفرق كده؟ انت المفروض النهارده من اكبر الناس اللي في الفرق سنا، في ايه وخبره على فكره، سنا وخبره، ما انتش عيل صغير، لا سنا وخبره، انت عندك خبره. انت مستني عشان تحرك اللعيبه؟ ده انت عايز اللي يحركك، ده انت مسن النهارده، ده انت بتجري. على فكره النهارده اللعيبه بتاعتنا بتجري في يا جماعه. هو انا جايبه ناس من دار مسنين او في ايه؟ والله العظيم انا ما فاهمه. انا حاسه لعيبتنا النهارده فوق ال 90 سنه يا جماعه. ده انا بشوف ناس فوق ال 70 بيجروا في الشارع عادي. النهارده انتوا فوق ال 90. طيب النهارده لعيبه في ايه؟ انا جايبه ناس من دار مسنين، انتوا بتاخدوا ملايين عشان تعملوا
كده وزعلان قوي يا حسين يا شحاته عشان انت بدات احتياطي. ده انت ما تستحقش تلعب، انت ما تستحقش تقعد احتياطي خمس واحد احتياطي، ما تستحقش تلعب في الاهلي والله العظيم. وبعدين انا كان عندي مشكله، بصوا احنا رصينا بتاع جراتشار، لا محمد شريف الاول. لا بص انا كاتبه ملحوظين عند الاثنين. محمد شريف عنوان النهارده المباراه قبل ما نبدا: محمد شريف يقود هجوم الاهلي اليوم ضد المصريه للاتصالات. والله العظيم ما شفت العنوان ده، انا اهو قبل المباراه انا قلت محمد شريف مين اللي هيقود هجوم الاهلي؟ محمد شريف. انا اصلا ما اعرفش احنا جبناه ليه رجعناه ليه اصلا. انا بجد انا مش فاهمه هو محمد شريف انت بتعمل ايه؟ طب احنا اصلا احنا مقعدينك عندنا ليه؟ ايه فايدتنا في حق؟ انا مش لاقي فايده، انا مش لاقي مالكه للموضوع على فكره. وجراد شار هو انت يا ابني، انا عارفه ان انت كده نص لب، يعني في مثل بيقول نص لب عندنا، في افلام كده بتقول كده، افلام قديمه نص ماشيه معانا. بس انت النهارده ما كانش في لب خالص، ما كانش في ولا حته لبه صغيره يعني. ايه؟ مفيش اي حاجه. جراد شار النهارده صحراء. محمد شريف انا عارفه، طب والله العظيم انا عارفه محمد شريف من ساعه ما كان في الاهلي، انا عارفه ان انت اصلا مالكش مستوى عشان جبت جون قبل كده ضد الزمالك. انا عارفه، انا والله عارفه بيني وبين نفسي ان انت ما تسواش حاجه انك تقعد في الاهلي، مش من اللعيبه اللي تلبس التيشيرت بتاعتنا. والله العظيم انت ما تستحقش التيشيرت دي، ما تستحقها على فكره. انت ما تستحقش. شوف انا هو من نفسي ما تستحقش تلبس اي فرقه من الدرجه الاولى يا ابني انت ولا اي حاجه. انت فكرتني بلعيب مستوى زفت كان طلع ترند برضو السنه اللي فاتت، ما كانش عندنا، بس انت شبهه. انت مستواك فاشل، انت ميس باص، انت مش عارف تجيب كوره، انت مش عارف تلعب كوره. يعني العيال النهارده الصغيره كانوا بيرقصونا، عيال صغيرين بيرقصونا على فكره. مسات صلاه لعيبتها مش كبيره، العيال صغيرين رقصونا مين عارفين؟ مش عارف ايه، رقصوني على الواحده حاجه كده، في اغنيه بتقول كده تقريبا. يا جماعه احنا النهارده ركبنا مرجحه، والله العظيم ركبناها، خرجنا من راوتر. بصوا انتوا احفظوا النهارده الاهلي خرج من راوتر. انا عن نفسي انا عارفه ان احنا خرجنا من راوتر، انا مش هزعل. النهارده لقيت بس انا عماله اضحك على الكومنتات، ما توقعتش بالسرعه دي احنا خسرنا من راوتر. يعني الناس دي حرام متعشمه بعد ما دخل فينا جول في الشوط الاضافي ان احنا هنعوض ازاي؟ وحسين الشحات وكل اللعيبه ماشيه. انتوا مش شفتوش النهارده؟ وبعدين بيجروا ببطء قوي وتخاذل اكنك انت. انا سمعت النهارده حد كاتب كومنت على والشوط الاضافي شغال، بيقول لك هي ليه لعيبه الاهلي بتجري اكنها كسبانه وبتضيع وقت؟ طب والله العظيم عيبه في حقنا اصلا. لو احنا حتى كنا كسبانين نضيع وقت قصاد مصريه اتصالات، احنا خايفين مصريه اتصالات. اجيب جول لي في الشوط الاول واقعد نايمه عليه مع المصريه اتصالات. على فكره احنا حصلت لنا الغلطه دي قبل كده في منتخب السويس، فاكرينه؟ جبنا افضلنا نايمين جبنا جون في الاخر، وساعتها اتعصبت قوي، قلت ليه احنا نجيب جون اترينا كنا في نعمه اترينا ساعتها كان فضل ونعمه. دلوقتي احنا في وكسه يا جماعه. انا مش لاقي كلام اقوله على فكره، انا والله ما لاقي كلام اقوله. كل اللعيبه زفت على فكره. انا قلت بس على ابرز اللعيبه على فكره، هم كلهم زفت. واللي هيلوم على المدرب ما كانش عايز يلعب مكانهم. انا اكتر واحده كنت يعني بلوم المدرب كل ماتش. المدرب النهارده هيعمل لهم ايه؟ ايه هو بس المدرب عليه لوم ان هو خرج شكري. انت بتخرج شكري ليه؟ شكري انا بحس ان شكري اكتر واحد فاهم قيمه التيشيرت دي، عارف بيجري، عارفين حتى. طب والله لازم حتى لو بعمل حاجه بجد، بس هو مش بيمثل عليا، هو فعلا رايح جاي، هو حاسس باللي احنا فيه. على فكره شكري انا من اللعيبه اللي عندها دم، انا بحب شكري والله. الباقيين ما عندهمش ريحه الدم، اسمعوا مني، ما عندهمش ريحه الدم. احنا في وكسه يا جماعه النهارده، في وكسه. المدرب النهارده مش عارفه اقول ايه، بس اللعيبه منهم لله بس كده. يعني منكم لله من هنا للسنه الجايه. فشله بجد. خلاص دمتم على ذلك، شكرا. احنا خرجنا من كاس مصر، مش منتظرين منكم حاجه تاني. اللعيبه دي ما ينفعش تقعد في النادي الاهلي، خلاص كده دمتم مع السلامه كلكم كل الفريق بتاع النهارده احنا مش عايزينه، والله ما عايزينه. خلاص يا جماعه كده. انا محروق دمي النهارده والله، انا النهارده ضغطي عالي مين؟ انا شايفه اصلا هيوطى ازاي باللي حصل. خلاص يا جماعه، مفيش كلام اصلا يتقال بعد اللي حصل النهارده ده. احنا هناخد سف